دي الفطيرة اهي زي ما انتم شايفينها كده. تعدوا الورق بتاعها، بسم الله ما شاء الله، شوفوا عاملة ازاي ومستوية وخفيفة، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله بإذن الله نبدأ معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة مع مطبخ الشيف نادر سليمان. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل الفطير المشلتت اللي محير الدنيا كلها بأسهل طريقة وبطريقة المحلات. إن شاء الله تبقى طريقة سهلة وبسيطة وتعجبكم بإذن الله. قبل ما نبدأ إن شاء الله معانا نص كيلو دقيق، حوالي من 3 كوبايات، معانا 3 معالق سكر، معانا بيضة، معانا كوباية مية حوالي من 200 ل 250 جرام. ان شاء الله احنا مش هنحطها كلها عشان حسب طبعا الدقيق بيختلف من نوع لنوع، في دقيق بيشرب ودقيق لا. معانا حوالي من 3 معالق زيت. هنبدأ بإذن الله نحط المية بتاعتنا، مش هنحطها كلها، هنسيب فيها شوية. بعد كده نحط السكر بتاعنا مع 5 جرام ملح مع السكر. بعد كده هنحط البيضة بتاعتنا. طبعا في ناس بتحط بيض وناس لا، انا بحط البيضة عشان خاطر بتعمل شكل الفطيرة لما تطلع من الفرن، وفي نفس الوقت بيبقى بتاعته طعم حلو في الاكل. وهنقلبهم ان شاء الله، نقلبهم كويس مع بعض. هنحط الدقيق بتاعنا، وهنبدأ نقلب بالراحة كده. الخلاط بتاعتنا كده وكده. طبعا احنا العجينة بتاعتنا بقت ما شاء الله قوية ناعمة جميلة زي كده، متلزقش في الايد، طرية ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. العجينة كده كويسة، هو ده الملمس اللي احنا عايزينه بتاع العجينة، ناعمة عشان تطلع ان شاء الله الفطيرة ناعمة بإذن الله. زي ما شايفينها كده. هنبدأ برضه بقى نريحها شوية، نحطها في البولة بتاعتنا. زيت زهرة كده، نحط فيها العجينة ترتاح 10 دقايق زي كده. ونسيبها لمدة 10 دقايق كده ترتاح. بعد كده ان شاء الله نبدأ نفردها عشان نحط فيها الزبدة. نسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. طبعا كده العجين بتاعنا ارتاح بعد 10 دقايق. هنبدأ ان شاء الله نفردها عشان نحط فيه الزبدة. وده ما شاء الله كده العجين طري وناعم ده تمام. هنبدأ نجيب الزيت، ممكن نفرد بزيت وممكن نرش دقيق، بس انا بفضل الزيت احسن يعني. هنبدأ الرخامة بتاعتنا ندهنها زيت. زي ما حضراتكم شفتوا كده الرخامة اتدهنت زيت. هنحط العجينة بتاعتنا برضه، ممكن نخدم عليها بزيت كده. نبدأ نجيب الزبدة بتاعتنا بدرجة حرارة المطبخ 150 جرام زي ما انتم شايفينها كده. ونلف رول يعني كده، نعصبها ونشدها كده، بحيث برضه ايه العجينة تبقى
رول زي كده. نبدأ نقطعها، ممكن نقطعها على 4 عشان برضه متبقاش صغيرة أوي زي كده. أصبحت ده شكل الفطيرة من جوه، ملفوفة زبدة على عجين زي كده. دي التوريقة اللي إن شاء الله هتظهر في الفطيرة بعد ما تطلع من الفرن. هي دي اللي هتبقى التوريقة، اللي هي إيه؟ الزبدة والعجينة رول داخل بعضها زي كده. ما شاء الله العجينة طرية وجميلة. هنبدأ بقى الفتحة دي اللي هي القفلة هنخليها تحت زي كده، وهنبدأ بالشبك بتاعنا وهنبدأ ايه نفردها كده زي كده كده عشان الزبدة تدخل في العجينة ما تبقاش حتة فاضية من غير زبدة. وهنبدأ نقلبها زي كده ونجيب الطرفين كل طرف على التاني كده عكس زي كده، ونضغط عليها من النص بحيث انها تمسك في بعضها. هنعمل فطير كله زي كده. هنبدأ نكورهم بقى زي كده، بحيث نخلي الطرف كله من تحت زي كده زي كده، يبقى كله متجمع تحت. قرصناها كده بقت مدورة زي كده. هنعمل الأربعة زي كده. طبعا كده عملناهم 4 كور زي كده، لفيناهم. هنبدأ بقى نحط عليهم زيت ونريحهم زي كده. هنبدأ نجيب الزيت بتاعنا وهنبدأ نجيب الفطيرة بتاعتنا زي كده. نبدأ إن احنا نحطهم زي كده ال4 في الزيت زي كده. نبدأ ندينهم زيت كده. حطيناهم في الزيت. هنبدأ نريحهم من 10 دقايق لربع ساعة ونغطيهم يرتاحوا لمدة 10 دقايق لربع ساعة. بعد كده هنفرد بقى الفرد النهائي اللي هو هيخش عليه الفرن إن شاء الله بإذن الله. ابدأ. طبعا احنا سيبنا العجين حوالي من 10 دقايق لربع ساعة عشان يكون يرتاح، عشان لما نفرده يبقى كويس معانا وناعم وما يتقطعش مننا. كده ما شاء الله العجين بتاعنا ارتاح. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله إن احنا نفرد. هنجيب بس نعك تحتها كده الأول كان الرخامة كده ايه زيت، عشان احنا طبعا بنفرد بالزيت فطير مشلتت. ده كلها عوامل بتساعد على إن الفطيرة تبقى مورقة وإن شاء الله تبقى قربة وعالية بإذن الله. نبدأ نجيب الفطيرة بتاعتنا زي كده. طبعا احنا منحاولش نخلي الفطيرة تكون تخينة، تكون الحروف بتاعتها رفيعة متبقاش تخينة، عشان ان شاء الله هي كده كده هتحب في الفرن وهتبقى عالية زي كده. كده فردنا الفطيرة بتاعتنا. نبدأ نحط الصاج بتاعنا. ممكن تحط لها سمسم زي ما قلنا وممكن لا زي كده. هتخش الفرن ان شاء الله على درجة حرارة 250. تبقى مسخنة الفرن من قبلها ب10 دقايق او كده، يبقى الفرن سخن.
ان شاء الله من 10 ل 12 دقيقه يطلع لك احلى فطير، وان شاء الله هنشوفه بعد الفرن. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا كده الفطير طلع من الفرن، خد بالظبط حوالي من 12 ل 13 دقيقه على درجه حراره 250. وبسم الله ما شاء الله الفطير طلع من الفرن بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده طري وقابل ومورق، احسن من فطير المحلات 1000 مره. ان شاء الله هيعجبكم، وباذن الله يكون عند حسن ظنكم باذن الله. قبل ما نختم معاكم ان شاء الله لازم نوريكم بسم الله ما شاء الله الفطيره من جوه عامله ازاي، مورقه فاضيه من جوه زي ما انتم شفتوها كده. بسم الله ما شاء الله فطير مورق، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينه كده. ده احلى فطير مشلتت، احسن من بتاع المحلات 1000 مره، وتعمليه في البيت بطريقه مضمونه وسهله وبسيطه زي ما انتم شايفينه كده. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله نرجو من حضراتكم اذا عجبكم الفيديو لايك وشير وتفعيل زر الاشتراك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.